ليه منعوا الناس من ان هم يزوروا الهرم الاكبر؟ السلام عليكم، انا نرمين. حابه اتكلم عن الهرم الاكبر وليه منعوا الناس عن زيارته. مبدئيا كده عشان نتعرف على الموضوع من الاول، الهرم الاكبر اتبنى من سنه 2560 قبل الميلاد، وتم بناؤه في حوالي 20 سنه. اتبنى ازاي وكان كان في عهد ملك مين؟ اتبنى في حوالي 20 سنة، وفي عهد الملك خوفو من الأسرة الرابعة. اتجوز واحدة اسمها ميراث عن من سنة. نتكلم بقى عن الهرم من جوه ومن بره. الهرم من بره هو الحجارة بتاعته في حوالي من 2 طن ل 15 طن، يعني زقوها لحد ما اتقفلت مع بعض، وانها ما يكونش فيهم حتى يعني فراغ صغير. فدي من العجب، وازاي ان هي الناس شالوها من المحاجر لحد الهرم. فدي برضو ازاي ان هي بنت كل دوت من غير اجهزة حديثة. دي برضو من العجائب، وهي من عجائب الدنيا السبعة بس القديمة. حاجة تانية ان هما في ناس كان بيقولوا ان هي مصدر طاقة، تمام، وانها يعني بتدخل طاقة جواها. وان كان في مادة من بره لونها ابيض كده جيرية. نتكلم بقى من جوه. هو في اكتشافات ل3 ممرات جديدة. قبل كده كان في الممر اللي هو بتاع الملك اللي كان مفتوح للزيارة، بس دلوقتي في اكتشاف ل3 ممرات جديدة. في ممر منهم طوله حوالي 9 امتار وعرضه 2.5 متر. فدلوقتي في فريق بحثي بيدور على ممرات جديدة وطرق جديدة عشان يعرفوا ايه المخطوطات اللي كانت مستخبية او اي حاجة معلومات جديدة. المشروع دوت لمسح الهرم من جوه اسمه سكان براميز. الاشعة ديت لو عجبكم الحلقة اعملوا لايك واشتراك، ولو في حاجة عايزين تسألوا عنها او تستفسروا عنها اكتبولي تحت. ياريت تكون عجبتكم.